جول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. حلقة جديدة مع كرة مع الزنفولين. أهلا بكم. أنا مش عارف أقول يا جماعة بصراحة، يعني اللي أنا شفته منتخب مصر، وده منتخب مصر يا جماعة اللي إحنا عارفينه. ده منتخب مصر بتاع أبو تريكة وبركات وأحمد حسن وعماد متعب، ناس التقيلة دي. ينفع نخرج بالطريقة دي يا جماعة؟ يعني خروج، يعني للأسف يعني خروج مش عارف أقول إيه، بس يعني أنت عارف لو تخرج بطريقة كويسة يعني هرفعك القبعة. يعني لو تخرج من منتخب تقيل زي السنغال ولا زي المغرب وتلعب ماتشة تقيلة ويبقى مفيش توفيق، ماشي. لازم تخرج بالطريقة دي، بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. ما كسبتش ولا ماتش في البطولة، 3 تعادلات وخسارة، ويخش فيك 7 أهداف، أضعف خط دفاع في البطولة كلها. اللي احنا من الصبح من أول بطولة يا جماعة في مشاكل في الدفاع يا جماعة، منظومة الدفاع فيها مشكلة، مفيش فايدة. طبعا انت بدأت، احنا طبعا من اول بطولة واحنا زفت اصلا يعني، بس احنا مش عايزين نتكلم ونطلع سلبيات. قلنا خلينا مع منتخب مصر، هنشوف هيوصل لايه. صعدنا كده دور 16 كده بالحظ، بس خلاص بقى طلعنا من البطولة خلاص. نلعب بطولة بطريقة، يعني للأسف يعني مش منتخب مصر يطلع بالطريقة دي. طبعا من أول بطولة، من قبل البطولة حتى ما تبدأ، طبعا اختيارات اللعيبة لمنتخب مصر اختيارات سيئة جدا. لعيبه كتير في منتخب مصر ما بتلعبش تاني، خلاص كده كفايه عليها قوي تيجي منتخب مصر تاني. بقالنا 3 4 سنين في نفس اللعيبه، كل ما نجمع لعيبه هم نفس اللعيبه. يا جماعه مش كل محترف يا جماعه عشان اسمه خلاص او عشان محترف نجيبه منتخب مصر يا جماعه. المنتخب المحترف ده اللي احنا جايبينه ده ما بيلعبش بره، احتياطي قاعد احتياط ما بيلعبش، هيجي يديلك يعني في المنتخب يعني؟ انا اجيب لعيب محلي احسن رجليه في الملعب يديني في الماتش يلعب. لازم عشان مش لعيب محترف نجيبه يا جماعه، يعني مش هينفع كده. انا مش عايز اتكلم على لعيبه معينه، مش عايز اتكلم على لعيبه معينه. فالوضع كده من اسوأ لاسوأ في منتخب مصر. فلازم اتحاد الكوره يشوف بقى حل بقى، يعني يعيد حساباته في الوضع اللي احنا فيه ده. امام عاشور اتصاب. طب يا جماعه فين البديل ليه اللي يقدر لعيب ينقل الهجمه بسرعه، تحولات سريعه؟ مفيش لعيب ينقل الهجمه في منتخب مصر. بيلعب بثلاثه مدافعين منتخب مصر، خط النص ما عندهمش ميزه اللي يقدر ينقل الهجمه. اي لاعب فيهم زي حمدي او مروان او النني، مفيش حد فيهم بيقدر ينقل الهجمه بسرعه، مفيش. منتخب مصر مفيش لعيب مكان امام عاشور. يعني امام عاشور اتصاب خلاص، الدنيا وقفت. منتخب، مش بكلمك في فريق، منتخب. والحته الشمال، الحته الشمال من اول بطوله ثغره ثغره ثغره. شويه يلعب احمد فتوح، شويه زي محمد حمدي، كل شويه يغير ده شوط وده شوط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه التهريج ده يا جماعه؟ يعني الواحد مش عارف يقول ايه بس يعني. واللي سمعته كان هيبدا محمد حمدي، كان مصاب، قالوا محمد حمدي مصاب فبدا بقى بفتوح. طب ماشي، فتوح اتصاب، طب انت عارف اللي محمد حمدي مصاب هتنزله ليه شوط تاني؟ ما خرج لك الدنيا شوط تاني اهو. خلاص اشوف حد تاني يعني خلاص، يعني اشوف عمر كمان واحد ممكن يلعب الحته دي.
الشوط التاني ممكن يكمل في الحته دي عمر كان واحد. لازم مدرب منتخب مصر مفيش، ولا في تكتيك في الملعب، ولا في جمله شفناها في الاربع مطوشه، ولا اي حاجه، ولا محضر البطوله ولا اي حاجه. وقرار محمد صلاح اللي يمشي في الوقت ده شايف اثر جامد على منتخب مصر. قائد منتخب مصر يسيب الفرقه في الوقت ده للاسف، المفروض خلاص كده يعني محمد صلاح يسيب اشاره القياده لاي حد تاني يقدر يشيلها بقى. فالدنيا اصلا خربانه من كل النوع، فنيا خربانه، اداريا الدنيا خربانه من كل حاجه. هتاخد منتخب، هيوصل، ما يوصلش. يعني الواحد مش عارف يقول ايه تاني يعني. انا مش عارف اتكلم على لعيبه معينه، لا مش هتكلم على لعيبه معينه، كل شيء الليله، اتحاد الكوره باللعيبه بالمدرب بكل حاجه. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. المفروض بقى نتعلم من اللي بيحصل ده، اللي حصل ده، نتعلم منه وخلاص بقى. في لعبه معينه كده خلاص كده كفايه عليها كده يا جماعه، نشوف لعبه تانية بقى ايه تقدر تشيل المنتخب الفتره الجايه. الواحد بصراحه ده متحرق يعني بامانه يعني من اللي شافه منتخب مصر يعني. كونغو تطلعنا للاسف. اقول لكم حبه اخبار كده يا جماعه. عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر يقتربوا بشده من نادي الزمالك. خلاص يعني على وشك، خلاص الزمالك هيعلن على عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر. طبعا والاهلي زي ما احنا عرفنا اللي هو اخد خلاص ابو جبل 6 شهور. طبعا ابو جبل جاي النادي الاهلي. انا بقى ما اسيبش شوبير واعتمد على ابو جبل، لا، شوبير ده يعتبر هو اللي هيشيلني الايام الجايه. خلاص ده الفتره بتاعته بقى، خلاص ده 10 سنين قدام. فانا شايف شوبير هو اللي يقدر يشيل الاهلي الايام الجايه دي. يعني شايفه شوبير احسن حارس مرمى دلوقتي في مصر بامانه، مفيش حارس مرمى دلوقتي في مصر خلاص. فابو جبل يجي يساعد شوبير، يجي حارس تاني زي ما بيقولوا يعني، حارس تاني ما يجيش اساسي. انا المفروض اعد الشوبير للمرحله الجايه. انا بقى جايب ابو جبل الفتره دي بس 6 شهور، الواحد اتزنق، و6 شهور دول افكر بقى ايه اجيب حارس مرمى تاني. خلاص ابو جبل عنده 35 سنه يا جماعه، فانا افكر 6 شهور جايين اجيب حارس مع شوبير. حارس مع مين؟ مع شوبير. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه كوره مع الزنفولي، وشير شير شير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.